لو عاوز تظبط راحتك النفسيه وتسيطر على مشاعرك، اعمل اللي انا قوله لك ده. اول حاجه وهو انك انت تجيب لك نوت كده صغيره ليك يعني، وتبتدي تكتب فيها. طب تكتب ايه؟ تبتدي تكتب ايه الحاجات اللي بتحصل لك في يومك، مثلا مواقف حصلت لك في يومك فتبتدي تكتبها، موقف مثلا مضايقك ومزعلك فتبتدي تكتب الموقف ده، موقف حصل لك في يومك انت اتعلمت منه درس يفيدك في حياتك بعد كده وفي تعاملك مع الناس فتبتدي تكتب الموقف ده. مثلا في حاجه عمال تفكر فيها جدا يعني وشغله دماغك فتبتدي تكتب افكارك اللي في دماغك دي. مثلا واقع في مشكله ومش عارف تعمل فيها ايه فتبتدي تكتب المشكله دي، فبالتالي ده طبعا هيوصلك لحل المشكله دي. هتقول لي اصلا يعني خطي وحش يعني في الكتابه، اتفضل يا حبيبي اتفضل، ده خطي، ولا تقول لي خط دكاتره بتاع ده خط منيل بنيله يعني، فعادي يعني. المهم انت كده تكتب وانت اصل انت عارف يعني انت بتكتب ايه اكيد يعني. هتقول لي طب انا يعني من النوع يعني اللي هو ما بيحبش يكتب، خلاص اعمل اللي انا هقوله ده بس اعمل على نظام فويس، انك انت تسجل نفسك فويس. ليه الكتابه مهمه اول الدرجات دي ليك انت؟ وليه السايكولوجيست علماء النفس عندهم الكتابه دي من اكتر الطرق الفعاله اللي هم بيعالجوا بيها الناس اللي بيجي لهم ان هم ما عندهمش اتزان نفسي. لان اولا انت جواك مشاعر، يعني في موقف حصل لك فالموقف ده مضايقك ومزعلك، انت لو فضلت كاتم جواك المشاعر دي انك انت متضايق وزعلان، فبالتالي طبعا ده هيأثر على راحتك النفسيه، هيخلي دايما مودك مش كويس، مش عارف تمارس بقيه يومك يعني. فبالتالي لما تبتدي بقى تكتب بقى الموقف اللي حصل لك ده، فانت بتعمل ايه دلوقتي؟ بتعبر عن مشاعرك اللي جواك، بتخرج مشاعرك اللي جواك مش بتكتمها. فانت بتعبر عن مشاعرك ازاي؟ من خلال الكتابه. فاصبحت الكتابه انك انت تكتب دي اصبحت انك انت بتحافظ على راحتك النفسيه، بتخلي عندك توازن نفسي. ثاني حاجه الكتابه هتفيدك فيها، يعني مثلا انت دلوقتي بتفكر انك انت تعمل حاجه بس جوه في دماغك مليون فكره مش مرتبه، مش عارف تعمل ايه. انت لما تبتدي تكتب بقى ايه هي الافكار بقى اللي في دماغك وايه الحاجات اللي انت بتفكر فيها، انت دلوقتي اصبحت انك انت بترتب افكارك. فمن خلال ايه؟ من خلال الكتابه. فبالتالي الكتابه ساعدتك على انك انت تبتدي ترتب افكارك وانك انت تفكر كويس. ثالث حاجه الكتابه هتفيدك فيها، واقع في مشكله ومش عارف تعمل فيها ايه ومش لاقي حل للمشكله دي، فلما تبتدي تكتب ايه هي المشكله اللي انت واقع فيها وتبتدي تكتب ايه الحلول اللي انت ممكن تقدر تعملها، فبالتالي الكتابه ساعدتك على انك انت توصل لحل المشكله اللي انت كنت مش لاقي ليها حل. صح؟ عندك رابع حاجه وهي اهم حاجه انت محتاجها، هو انك انت بقيت دلوقتي في الفتره الاخيره مش عارف تنجز في اي حاجه، بتصحى من يومك بتيجي تنام في اخر يوم تبص كده لنفسك تلاقي انك انت ما عملتش اي حاجه مفيده في يومك، المشكله انك انت وراك حاجات كتير قوي عاوز تنجزها وتخلصها. انت لما تبتدي تكتب كده ايه هي المهام او ايه هي الحاجات اللي انت عاوز انك انت تنجزها في يومك، فاصبحت دلوقتي كتابه ايه؟ ساعدتك على انك انت تنجز الحاجات اللي انت عاوز تنجزها وتخلصها. صدقني لو استمريت انك انت تكتب مره واحده بس في يومك، يعني مثلا تيجي في نهايه اليوم وتكتب بقى كل الحاجات اللي حصلت لك وتبتدي تكتب بقى المواقف اللي مضايقاك او الافكار اللي في دماغك او تكتب في اي وقت في يومك، صدقني هيفرق معاك جامد جدا 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 في نفسيتك، هتخليك شخص متزن نفسيا محافظ على راحته النفسيه، هتفرق معاك في انجازاتك في يومك. اخر حاجه زي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.